ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل اللازانيا. تعال نشوف هنعملها ازاي. هنا نزلت بمكعبين زبدة و3 معالق زيت ونص كيلو لحمة مفرومة. وهعصج اللحمة. هنا هسيبها مش هقلب فيها كتير علشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنا لسه ما حطيتش التوابل بتاعتها مش دلوقتي. وانا هنزل ببصلتين كبار مفرومين كويس. وهقلبهم في اللحمة. مش هحمر البصل، مش هخليها تتحمر. لا، انا اخلي البصل بس تدبل شوية. وهنا هنزل بالتوابل بتاعتي. فلفل اسود، بهارات لحمة او 7 بهارات، كزبرة ناشفة، وحاجة بسيطة قرفة، بتدي طعم حلو قوي للحمة. وهقلبهم كويس قوي فيهم. وهسيبها 5 دقايق. وهنا الملح حسب رغبتك انتي. وانا هنزل بمكعب مرقة ومعلقتين صلصة. انا خلاص اللحمة كده جهزت معايا. بس خلاص كده، هي كده استوت خالص. تعال نشوف هنعمل ايه. هنا هعمل بشاميل. نزلت ب3 مكعبات زبدة وعليهم زيت علشان الزبدة ما تتحرقش معانا. وهنزل ب4 معالق دقيق. خلي بالك تكوني مهدية النار عليهم. هقلب الدقيق في الزبدة كويس. وبعد كده هنزل بالحليب. انا نزلت باول كوباية. هفك الدقيق وبعد كده هكمل تاني. برضو تكون النار هادية، ما تعليش النار عليها. انزل بالكوباية كمان. تبقى ايدك في البشاميل، ما تسيبهوش. طبعا انا عايزاه خفيف علشان البشاميل بتاع اللازانيا بيبقى خفيف مش زي المكرونة البشاميل. هكمل تاني. انا بصي قوامه بقى ازاي. يعني حوالي 3 كوبايات حليب. انا خلاص كده اهو خلص معايا وجاهز. هجيب صينية البايركس او اي صينية تحطي فيها. وهحط شوية بشاميل تبقى في الصينية من تحت كده. وهنا اللازانيا انا مش هسلقها. لا، هتجيبي طبق فيه مية وهتبلي اللازانيا وتحطيها في الصينية. هتبلي كل واحدة في المية وتحطيها. حتى لو مكسورة ما تقلقيش، برضو حطيها لان هي هتستوي كلها مع بعض. هنا هحط اول طبقة.
انا خلصت اول طبقة لازانيا ونزلت بطبقة لحمة، وبعد كده هنزل بمعلقتين بشاميل. حابة تحطي معلقتين البشاميل حطيهم، مش حابة براحتك. ممكن ترشي زيتون مخلي. انا للحقيقة عشان مش بيحبوه عندي فانا مش هحطه. وبعد كده هنزل بطبقة لازانيا كمان، برضو هنبلها في المية ونحطها. هنا خلصت تاني طبقة لازانيا اهو، هنزل بمعلقتين بشاميل، هرشهم عليها من فوق كده. مش هتسوي البشاميل، رش عشوائي. وبعد كده هنزل بطبقة لحمة كمان. وبعد كده طبقة لازانيا كمان. وطبقة لحمة. انت حابة تعمليها طبقتين اعمليها، حابة تعمليها 3 اعمليها، على حسب مقاس الصينية اللي هتعملي فيها كمان. وبعد كده حطيت اخر طبقة لازانيا، وهغطيها كلها بالبشاميل. دي اخر طبقة معايا، هفرد البشاميل كله عليها. طريقتها كانت سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش وقت معايا. جربيها وهتعجبك قوي. بس كده. وبعد كده هرش الجبنة. عندك جبنة شيدر حطي، بتدي طعم حلو قوي فيها. ميكس جبن حطي. خلاص كده هدخلها على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، واسيبها تستوي. هنا كانت خلصت معايا واستوت اهي. سبتها تبرد خالص وهقطعها. وجربيها هتعجبك قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، متنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. مع الف سلامة.